5 خطوات بس عشان بشرتك تبقى بتضوي ضوء وجلوي وفيها نضارة وفيها حيوية. اول حاجة ان انت هتحسني من نظامك الغذائي، ان انت هتدخلي فواكه، خضار زي especially يعني زي الخضروات اللي هي الاوراق الخضراء، كمان الفراولة، كمان الاناناس، كل دي البلو بيري والراسبيري، الحاجات دي كلها بتفيد الجسم وبتدخل كولاجين فيه، وبالاضافة الى ان هي ليها فوائد كتيرة. تاني حاجة ان انت هتوقفي وتقللي الملح والسكر. لو انت بتاخدي معدل سكر او بتاكلي حلويات كتير في يومك فطبعا بشرتك هتتضرر جدا. عشان كده لازم بالتساوي، يعني الملح مع السكر الاتنين توقفيهم، لان الاتنين ضررهم واحد والاتنين مضرين جدا للبشرة. لو مش هتقدري توقفيهم على الاقل قلليهم. تالت خطوة لازم يكون في نظام يومك روتين رياضي، يعني تلعبي رياضة على الأقل 10 دقايق الصبح و10 دقايق بالليل. رياضة أي نوع، ممكن تقدري ان انتي تتمشي، ان شاء الله تعملي رياضة في البيت، تعملي رياضة اللي هي الحائط، وفي فيديوهات كتيرة جدا على اليوتيوب عن الموضوع ده. رابع خطوة لازم تلتزمي بروتين عناية ببشرتك بسيط جدا. ابدأي بغسول والصن بلوك والمرطب. الخطوات دول مهمين جدا. ممكن ان انتي تستبدلي، تقللي، تبداي غسول وصن بلوك بس بعدين، او مرطب بس لو مش تخرجي في الشمس، بتخرجي في الشمس لازم واقي شمسي. خامس خطوة انك تحبي نفسك وتثقي فيها وتدلعيها وتهتمي بيها، وتشوفي مشاكلك وتكتبيها في ورقة، وتختاري مشكلة ان انتي تعالجيها وبالراحة، وتتقبلي نفسك زي ما انتي. الخطوات دي ان شاء الله تكون مفيدة ليكوا وتساعدكوا. تابعونا لو عايزين تعرفوا اكتر واكتر.